السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم كل خير، وأهلا وسهلا بكم قناتي مطبخ راس سعيد. من طول الغيبات جاب الغنايم. طبعا صار لي هواية من نشرت لكم فيديو، واعذروني وأشكر كل من سأل عني. طبعا اليوم جيتكم فكرة كلش حلوة شلون نحافظ على المراوح بدون أن نستخدم أي منظفات كيميائية. فخليكم وياي حتى نبتدي بسم الله ونشوف شنو راح نحتاج. طبعا راح نحتاج زوجين من الجواريب الشفافة اللي يكون قياسها وسط. هذه هي وش قد تكلفتها 1000 دينار. احنا راح ناخذ من هذه الجواريب قطعتين، وراح اخذ على عدد المراوح، فكل اللي راح اصرفه تقريبا 750 دينار. راح احافظ على نظافة المروحة، وهسه اشوفكم شلون راح نستخدمها. طبعا هنا المروحة منظفة وجاهزة. تعرفون انه اللي عندهم ربو يعانون من انه يستخدمون المنظفات، وثاني شيء من ترشون المنظف اكيد راح ينخبص المكان عندكم، راح يطشر المنظف بكل مكان ويوسخ لكم الميز مال الطعام. فهذه الطريقة شوفوها ايش قد حلوة. لبسنا الجواريب للمروحة وما راح تعيق الحركة مالتها. شوفوها هسه شغلت لكم اياها، كل شي ما راح تعانون. شوفوها تتحرك بسهولة وما راح تعيق نهائيا. طبعا احنا الجو مالتنا بسبب المولدات تكون الجو بزيوت، فاكثر شي يتوسخ عندنا المراوح. راح اشوفكم بعد. طبعا انتو حسب بيتكم، اذا المكان قريب من الشارع راح تتوسخ بسرعة المراوح. من تتوسخ عندنا شوفوا بكل سهولة ننزعها. أنا أريدكم تشوفون كمية الأوساخ اللي صارت بها. شوفون أنتو كل فترة تراقبوها، خلال أسبوع نبدل أو أسبوعين أو شهر. فشوفوا هاي الفكرة الحلوة كلش راح تخدمكم. وطبعا شفتوا الفرق بين قبل وبعد. شوفوا شقد جمعت كمية من الأوساخ. طبعا أني من صورت لكم الفيديو لليوم تقريبا أني 3 مرات مغيرة التغليف مال المروحة. فهسه راح أشوفكم الطريقة شون راح نزيله بكل سهولة. بس تسحبون الجواريب على هذا الشكل، وخلال تنظيفها ما راح تحتاجون غير قطعة قماش مبللة بالمي. أي منظفات ما راح تحتاجون، لأن الدهون صارت كلها بالجواريب. شوفوا شلون مجرد مسحتها فقط بالمي وصارت عندي جاهزة. إن شاء الله يا ربي استفاديتوا من فيديو اليوم. وشوفوا كمية الأوساخ اللي طلعت عندنا، وهواي وفرتوا على نفسكم وقت. وبعد ما تستخدمون المنظفات الكيميائية، خصوصا اللي عندهم ربو مثلي، هذه الطريقة جدا مفيدة. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسون تخلون لايك من إيدكم الحلوة، وتسوون شير للفيديو بين الأهل والأصدقاء. وألتقيكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأترككم في حفظ الرحمن.